الرئيس محمد مرسي خط احمر. بمعنى اللي هيرشه بالميه هرشه بالدم. اللي عاوز ينزل يوم 30 لابد ان هو يتحمل المسؤوليه الكامله في نزوله. كامله اذا كانت سلميه او غير سلميه. ولو اللي نزل يوم 30 بقى جم بقى فيه دم وناس ماتت محدش يلوم غير نفسه. وأسأل الله عز وجل أن ينصر الإسلام وأن يعز المسلمين وأن يجعل يوم 30 من يونيو يوم عز للإسلام والمسلمين وكسر لشوكة الكافرين والمنافقين. اللهم رد كيدهم في نحورهم واجعل تدميرهم في تدبيرهم. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. لنصرة الشرعية وتأييد الدكتور مرسي واحنا جايين بنقول رسالة واضحة جدا للعلمانيين وبنقول للليبراليين ان لو سقطت شرعية مرسي وهي مش هتسقط وانتوا اقل من ذلك بكثير، بنقول لهم هيكون في دماء وهيكون في سيارات مفخخة. قول للسيسي انذر، اعرف ان انت صنعت طالبان جديدة وصنعت القاعدة جديدة في مصر. كل الجموع دي هتتفرق جماعات استشهادية وهيدمروك وهيدمروا مصر، وانت اللي دمرت مصر. انت فعلت مجاهدين جداد واستشهاديين. اعرف لو كل واحد من دول، لو كل واحد من 10 فجر نفسه في مجموعة فانت السبب. انت اللي عملت الارهاب وانت اللي ابتديت بيه. انا بنذرك رجع الامور لنصابها والا هتلاقي الجموع دي كلها هتفجر مصر. انت اللي بتعمل حرب اهليه بين مصر، بين المسلمين وغير المسلمين. انت اللي بتعمل حرب اهليه بين المسلمين والعلمانيين. انت اللي بتعمل حرب اهليه بين المسلمين وبين الشيعه. وانت اللي فجرت وانت اللي كتبت شهاده وفاه جبهه الانقاذ ورجالتها. وانت اللي كتبت شهاده وفاه كل المتمردين. وانت اللي كتبت شهاده وفاه كل واحد عارض الرئيس مرسي وعارض شرعية الصندوق. في أماكن متعددة من القاهرة في اجتماعات مثلكم تماما في أماكن معروفة ومنتظرون ساعة الصفر. إخوانكم في المحافظات في الصعيد والمنوفية والفيوم وكفر الشيخ وغيرها من المحافظات في انتظار ساعة الصفر. وليدخل الفئران إلى جحورهم وليظهر الأطهار. أيها الإخوة، كنا في الاجتماع المهندس خيرت الشاطر قال للشيخ وحيد وللعلماء في مئات الآلاف مرابطين في 10 أماكن في القاهرة. وأنا بقول وكناش عايزين نقول كده لكن نقولها بقى، إذا كان حد متصور انه يوم 25 يناير ولا 26 يناير ولا اي يوم لا في يناير ولا في فبراير ان هو يستطيع ان ينقلب على الشرعيه وعلى التجربه الاسلاميه، اقول له انت واهم وستدفعنا لاعلان ثوره اسلاميه مطهر البلاد منكم. يعني انتوا مش بتقولوا هتزيلوا الحكم الشرعي القانوني الدستوري بالعافيه، اقول لكم لا، طب حاولوا تعملوها وستعلن بقى ثوره اسلاميه تطهر البلاد منكم. جديدة دي يا باشمهندس. انا بنذرك يا سيسي، احذر اما ان تقتل هذه الجموع او هذه الجموع ستنفجر فيكم. احذر، وهذه رسالة 1 من ملايين. بقول لك يا سيسي احذر يا سيسي، انت عملت طالبان وانت عملت قاعدة جديدة في مصر. انت اللي صنعت الارهابيين. واقول لك كده وخد الكلام ده عبرة وبكره تشوف. لو ان كل كلب عوى القمته حجرا لصار مثقال الحجر دينارا. ده هيبين لنا ان هؤلاء الانقلابيين بقضائهم قضاء فاسد، قضاء لا نعترف بها اصلا ولا يشرفني ان اقف امامه ولن اقف امامه ولن اسمح لهم ان يقبضوا علي الا جثه هامده. هو ده بتوع 30 يونيو، عشان كده الشعب نازل وهيقدم. وزارة الداخلية وتهديد وزارة الداخلية ومحمد إبراهيم اللي أنا بقول إن هو شرب بريل علشان يسترجل، مش كده؟
الكتكوت اللي كان بقول لوزير الداخلية ولكل وزارة الداخلية اتكسرتوا قبل كده في 28 يناير ولا نسيتوا؟ امن الدولة اللي دخلوا الجحور واتحاكموا وطلعوا براءة. المرة دي مش زي المرة اللي فاتت. المرة دي بايه؟ اقول لكل ضباط الداخلية المرة دي مش زي المرة اللي فاتت. اوعوا تتخيلوا، اوعى يتخيل ضابط من ضباط الداخلية ان بعد نجاح الثورة وعودة الرئيس مرسي اوعوا تتخيلوا ان انتوا هتتحكموا محاكمات طبيعية. اوعوا تتخيلوا ان انتوا هتخرجوا براءة. اوعوا تتخيلوا ان هيضحك علينا زي ما اتضحك علينا المرة اللي فاتت. المرة دي بجد فعلا، المرة دي فعلا بجد لازم مصر تتطهر من كل القذورات والأوساخ اللي موجودة. أيوة نعم، ثورية وهيبقى في محاكم ثورية، هيبقى في محاكم ثورية. احنا مش عارف دلوقتي، لكن ساعة الصفر للشعب المصري كله من أقصى إلى أقصى معروفة. مش هحاول أحد التعدي على الشرعية الديمقراطية اللي اختارها هذا الشعب من خلال، أنا ما بتكلمش عن مظاهرات ولا اعتصام ولا احتجاج، الكل من حقه أن يعبر عن مواقفه، لكن إذا قام أحد باقتحام بالقصر الجمهوري او بمبنى الاذاعه والتلفزيون اللي احنا مش راضيين عن معظم ما يقدم فيه، لكن اذا ما تم اقتحامه بما يمثل من مشروعيه لهذا الشعب، ساعه الصفر للشعب كله معروفه بالخروج. بيان وزاره الداخليه الفضل الاعتصام بالقوه في خلال 48 ساعه. والله احنا مستعدين، ولو رجاله يجوا هيفضوه على جثثنا، وهيشوفوا الاف الجثث اللي هتموت. اذا كان عندهم استعداد لكده فاحنا متوضيين ومغتسلين واكفاننا موجوده ومستعدين لهذا الفضل. ويعني وزير الداخليه يعني دائما خطابات تحذيريه للمعتصمين، و يعني تعليق حضرتك. انا نفسي اعرف وزير الداخليه جاب الرجوله دي منين، وجاب من امتى بقى راجل؟ يعني ما كان ايام الرئيس مرسي ما بيقدرش يهش ولا ينش، يعني ما كانش يقدر يفض شويه شباب لابسين ملابس داخليه قدام بيته وعاملين مظاهره قدام بيته. جاب الرجوله دي منين؟ لا ده مش راجل، وزير الداخليه ده مش راجل، واحنا ما بنحترمش اللي مش رجاله. دكتور صفوت حجازي بنرحب بحضرتك. اهلا وسهلا. محتاجين حضرتك توجهي كلمه في اعتصام القوى الاسلاميه امام مدينه الانتاج الاعلامي. الزمان لن يعود للوراء، ولن نعود إلى السجون، ولن نعود إلى المعتقلات، ولن يكتم صوتنا. الإسلام قادم، ولن يستطيع أحد مخلوق كائنا من كان أن يسقط محمد مرسي. محمد مرسي هو الشخص الوحيد في مصر الآن الذي يحمل هذه الشرعية، ومن يفكر في إسقاطه فأقول لهم دونها الرقاب، دونها الرقاب، دونها الرقاب، وإذا قلناها فعلناها. هو الرئيس المنتخب شرعا، ولن يسقط الرئيس محمد مرسي، ولن يتنحى، ولن يرحل، وسيكمل مدته، شاء من شاء وأبى من أبى. وبقولها تاني، اللي هيرش الرئيس محمد مرسي بالميه هنرشه بالدم. تكون حرب أهلية يدفعوننا إليها إن خلعنا الرئيس. خلع الرئيس مثل مقتل عثمان ستكون بعده فتنة، لن يخلع الرئيس. إننا لقد توعدونا ب30/6 ونحن نعدهم بأنهم سيسحقون في هذا اليوم. هم يقولون أننا
سننزل يوم 30 باستراتيجية دفاعية. خفتم وخسرتم، نحن سنأتي باستراتيجية هجومية. صراحة الدكتور مرسي ما جئنا مؤيدين لشخصك، ولكن جئنا لنحملك مسؤولية عظيمة، وهي القضاء على الثورة المضادة. إن الأغبياء أدخلوا رقبتهم تحت المقصعة، ولا بد أن ندوس الآن. لابد أن نعود إلى ميدان التحرير، مات من مات وقتل من قتل، والقاعدة معلومة، قتلهم في النار وقتلنا في الجنة. بس احنا مش عايزين نهتف بس ونتكلم بس هنا. الراجل يقابلنا عند الاتحادية